هنعمل النهاردة ريش وكباب بطريقة سهلة جدا وفي نفس الوقت نتيجتها أكتر من ممتازة. يعني لو انتم مبتدئين تقدروا تعملوها بمنتهى السهولة. التتبيلة دي هتدي للكباب والريش طعم رائع من غير ما تغطي على الطعم المميز للحمة، ومن غير ما نستخدم بهارات كتير ملهاش لازمة. بالمكونات اللي موجودة في التتبيلة وطريقة التسوية الصح اللحمة بتطلع دايبة عاملة زي الزبدة، عمرها أبدا ما هتنشف منكم بعد كده. الخلاصة بعد الفيديو ده تقدروا تعملوا ريش وكباب في فرن البيت من غير أي أدوات معقدة بمنتهى السهولة، والنتيجة احترافية. يلا نبدأ ونشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي. للشوي يفضل ان احنا نشتري اللحمة طازة، بتبقى لونها حلو كده وردي وجميلة، بتبقى كمان نتيجتها وطعمها احلى بكتير. تقدروا تستخدموا ريش ضاني او بقري. لو الريش تخينة شوية يبقى لازم ندقها بمدق اللحمة علشان نرفعها فالأنسجة تنعم وبالتالي اللحمة تستوي أسرع. اللحمة كل ما يكون سنها أصغر كل ما تستوي أسرع. يعني اللحمة البتلو اللي هي سنها صغير بيبقى لونها وردي كده وبتستوي أسرع من الكندوز اللي بتبقى أكبر في السن وبتبقى لحمتها لونها غامق شوية. بالنسبة للحمة المشوية أو الكباب هيفرق شوية لو هنستخدم لحمة ضاني أو بقري. اللحمة الضاني بتبقى طعمها أقوى وبتستوي أسرع وبتبقى أطرف في الشوي، علشان كده معظم القطعيات الضاني ينفع إن احنا نعملها كباب، زي الضلوع الكتف أو لحم الفخذ كله بينفع في الشوي. إنما اللحم البقري محتاج قطعية معينة عشان يطلع طري كده وجوسي. لو عايزين نعمل كباب بقري يبقى نختار قطعيات من الانتركوت او اللحمه اللي بتبقى قريبه من الضلوع. معظم قطعيات الستيك خصوصا الريب اي علشان بيبقى مليان دهون فبتديها طراوه، بيبقى طعم الكباب حلو جدا. كمان عرق الفليتو او الفيليه اللي هو بالانجليزي اسمه التندرلوين بيبقى طري جدا في الشوي. هو الحته دي تعتبر اطرى حته في البقر كلها. مهم جدا علشان الكباب يطلع طري معانا ان احنا نختار قطعية مناسبة للشوي. تاني حاجة التتبيلة بقى اللي هتخلي الكباب والريش في منتهى الطراوة. للتتبيلة هحتاج تقريبا 3 بصلات متوسطين الحجم كده، بقطعهم تقطيع عشوائي وهفرمهم فرم ناعم في الكبة. رشة ملح بسيطة خالص كده مع البصل بتسهل من عملية الفرم، وكمان بتساعد ان البصل ينزل ميته. انا مش هستخدم البصل كله كامل كده لان التفل ممكن يتحرق في الشوي، فهنحتاج بس مية البصل او العصير، والتفل ده هنتخلص منه. طبعا تفل البصل ممكن نستخدمه في عمل كفتة الحاتي، وفي فيديو موجود على القناة لو تحبوا تشوفوه. كمان هحتاج لعصير 3 حبات من الطماطم ولازم نصفيه. ممكن ان احنا نفرم الطماطم والبصل الاتنين مع بعض، لكن انا ما عملتش كده علشان انا هحتاج التفل بتاع البصل في عمل الكفتة بعد كده. لو عندكم كيوي ممكن تاخدوا نص حباية صغيرة كده تفرموها مع الطماطم، برضو بتطري اللحمة جدا. هزود معاهم عصير ليمونتين او تقريبا يعني 4 معالق كبيرة من عصير الليمون، وممكن برضو تستخدموا الخل. تلت كوباية من الزبادي، ولو مش موجود استخدموا مكانه حليب كامل الدسم. الصويا صوص من المكونات الاختيارية تقدروا تستغنوا عنها تماما وبرضو الكباب هيطلع حلو جدا، لكن أنا شخصيا أنصحكم تجربوها. هستخدم منها تقريبا معلقتين كبار. هزود كمان معلقة صغيرة من الملح، والملح والصويا صوص بنضيفهم في التتبيلة يعني قبل التسوية بحوالي 3-4 ساعات بالكتير. هزود عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع معلقة صغيرة من الكباب الصيني اللي هي البهار الحلو، وربع معلقة صغيرة من الحبهان البودرة ممكن تستغنوا عنها، وكمان شطة لو تحبوا. ونقلبهم بقى كويس قوي وندوق الخليط في المرحلة دي نشوف لو محتاج حاجة. ممكن برضو تزودوا معلقة صغيرة من العسل أو السكر، بتدي كده لون حلو جدا للمشاوي، يعني بتساعد في عملية الكرملة. عودوا نفسكم تدوقوا اي تتبيله علشان تظبطوها على حسب ذوقكم. انا احتجت ان انا ازود شويه شطه وشويه ملح، وهاخد شويه صغيرين كده من التتبيله وهزود عليهم معلقتين من الزيت وهقلبهم كويس. دول هستخدمهم بعد كده وقت الشوي، وهقولكوا هنستخدمهم ازاي. التتبيله اللي احنا عملناها دي بتكفي من 1.5 كيلو لحد 2 كيلو من اللحمه. مهم جدا نتأكد ان التتبيلة واصلة لكل قطع اللحمة ومغلفاها كويس. هنغطيهم بقى ونسيبهم في التلاجة 3-4 ساعات وممكن ليلة كاملة. لو هنسيبهم ليلة كاملة في التلاجة يبقى يفضل ان احنا منضيفش الملح والصويا صوص في التتبيلة، نضيفهم بس قبل التسوية بحوالي يعني 3-4 ساعات. ولو احنا مستعجلين قوي ممكن نسيبهم نص ساعة في التتبيلة بس يبقى بره التلاجة، ولو الجو حر نخليهم في أوضة فيها تكييف. لو هتستخدموا السياخ الخشب يفضل ننقعها كده نص ساعة ولا حاجة علشان ما تتحرقش بسرعة في الفرن. قطع الكباب تبقى حجمها متوسط وبرده يبقى قريبة من بعض في الحجم علشان ياخدوا تسوية واحدة، وما تكدسوش بقى اللحمة في السيخ علشان كده يبقى في مجال ان هم يتحمروا كويس ويستووا مظبوط.
لو عندكم شواية زي كده يبقى هايل، لأن سهل إن احنا نقلب اللحمة، أو أي راك عندنا هيقضي بالغرض. ممكن تسخنوه وندهنه كويس قوي بالزيت علشان اللحمة متلزقش. حاولوا إن يبقى فيه كده مسافة ما بينهم علشان يبقى فيه مجال للهواء السخن إنه يتحرك حوالين اللحمة. بشغل الفرن والشواية على أعلى درجة حرارة. لو الفرن بتاعكم ما بيشتغلش مع الشواية يبقى بنسخنه الأول، وبعد كده نطفي الفرن ونسيب الشواية شغالة. والصينية بتاعتي تكون في التلت اللي فوق، يعني تكون قريبة من الشواية، ما بينها وبين الشواية تقريبا يعني 10-15 سنتي. بنقلب اللحمة كده كل دقيقتين أو 3 علشان تاخد لون وتسوية واحدة من كل النواحي. وده الخليط اللي احنا كنا نقصناه من التتبيلة وزودنا عليه شوية زيت، بندهن بيه بقى اللحمة وقت التسوية علشان تاخد لون حلو. بتاخد تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة وبتكون استوت، وده طبعا على حسب حجمها وسمكها. ممكن برضو نشويهم في الطاسة، يعني ندهنها شوية زيت وتكون الحرارة متوسطة مايلة للعالي، ولازم نتأكد ان الطاسة سخنت كويس قبل ما نحط اللحمة. بس برضو النار ما تكونش عالية قوي علشان اللحمة ما تتحرقش. بنقلب برضو كل دقيقتين او 3 لحد لما اللحمة تستوي تماما. بنعرف ازاي ان اللحمة استوت؟ اكيد طبعا بتبدأ تتلون، لكن الاهم من كده ان احنا نشوف قوامها وملمسها. ندوس على اللحمة كده، المفروض ان هي اول ما تدخل في التسوية بتبدأ تشد كده وتجمد. كمان لو حطينا شوكة او سكينة في اكتر حتة تخينة في اللحمة، المفروض ان السوائل اللي تنزل منها تبقى شفافة، ما يكونش فيها اي لون احمر. طيب لو اللحمة اتحمرت بسرعة من غير ما تكون استوت كويس من جوه بنعمل ايه؟ بندخلها في الفرن عشان تكمل تسويتها. علشان تاخد ريحة الفحم بحطها في حاجة واسعة وأطفي الفحمية بحتة دهنة أو ليا، وممكن الدهون اللي نزلت من اللحمة وقت التسوية. بغطيها واسيبها حوالي 10 دقايق علشان تاخد ريحة الفحم كويس. السلطة دي كنا عملناها قبل كده في الفيديو بتاع الكفتة، ممكن تتقدم جنبهم أو تتحط تحت اللحمة كده وهي لسه سخنة. تشرب بقى من العصارة اللي بتنزل من اللحمة، بيبقى طعمها في منتهى الجمال، بتبقى أحلى كمان من لما تتاكل لوحدها. وقت التقديم بندهنهم بشوية زيت علشان نديلهم لمعة حلوة كده تفتح النفس. جربوا الكباب والريش بطريقتي، ومتأكدة ان انتوا ان شاء الله هتعتمدوا الوصفة دي. اشوفكم على خير، وسلام عليكم.